في السفارة الأمريكية في القاهرة رئيس مكتب التعاون العسكري اسمه ريتشارد كلارك، ده فوق الملحق العسكري. فريتشارد كلارك بعت بيخاطب القوات المسلحة المصرية وبيقول لهم أنا عايز أروح سيوة، مش عايز يروح سيوة يتفسح، عايز يروح سيوة يعاين المكان عشان يشوف إزاي الجيش الأمريكي يساعد حرس الحدود المصري في الدفاع عن حدودنا الغربية. عجبني جدا رد الفعل اللي جه للأمريكان من الجيش المصري. قالوا له مش فاضيين، قالوا له فوت علينا بكرة، قالوا له ما ينفعش، قالوا له الثلاث حاجات. بمعنى قالوا له احنا مشغولين مش هنقدر نروح معاك اي مكان، ومحدش فاضي يكون موجود معاك ويرافقك، واما عن زيارة سيوة هذه المنطقة تدخل في دائرة الامن القومي وممنوع الوجود في هذه المنطقة في هذه المرحلة. بنقول للسيد ريتشارد كلارك معلش يا سيد ريتشارد، الكلام بتاع زمان اللي كنتم بتعملوه زمان ما بقاش ينفع تعملوه، وبلغ الإدارة الأمريكية إن هي اللي بدأت في هذا الشكل، وبرضه بلغهم إن مصر إن شاء الله قادرة إنها تتعامل مع أي تهديد لأمنها القومي من حدودها الشرقية أو الغربية أو الجنوبية أو من أي حدود. سعيكم مشكور.